في ناس وجودهم في حياتنا بيستهلك طاقتنا أكتر ما يدينا دعم أو راحة. ناس بتسحب مننا سلامنا النفسي من غير ما نحس. وفي حقيقة جزء كبير من وعيك النفسي هو إنك تعرف مين المفروض يفضل في حياتك ومين لازم تمشي عنه من غير ندم. في الحلقة دي هنتكلم عن أنواع الأشخاص اللي لازم تبعد عنهم فورا لو عايز تعيش حياة صحية ومتوازنة نفسيا. أول شخص، الشخص اللي دايما بيقلل منك. الشخص ده مهما عمل عمره ما هيشوفك كفاية. هتقول رأيك هيقولك كلامك تافه، تنجح هيقولك صدفة، تحاول تتغير يضحك ويقول مش هتعرف. النوع ده بيدمر ثقتك في نفسك واحدة واحدة ويخليك تصدق انك اقل من غيرك. ولو في حد دايما بيحبطك او بيقلل من مجهودك ابعد فورا. تاني شخص، الشخص السلبي طول الوقت. عارف الشخص اللي مهما حصل كويس حواليه لازم يلاقي الجانب الوحش؟ خلينا متفقين مبدئيا ان احنا كلنا بنتعرض لكويس ووحش. مش معنى انك بتتكلم عن الوحش انك شخص سلبي. الشخص السلبي ده مش بيلفت نظره نص الكوباية المليانة، دايما بيشوف الكوباية فاضية مهما عملت. الشخص ده لما تحكي له عن حلمك يقولك مش هتعرف تحقق ده. الناس دي بتسحب طاقتك وتخليك تشوف الحياة سودة. خليك مع الناس اللي تشوف النور حتى لو الدنيا عتمة، مش بتزود العتمة اكتر. خلينا متفقين يا جماعة ان كل واحد في حياته فيه نسبة عتمة، فما نعرفش ناس تخليها معتمة اكتر، هي سودة فيخليها سودة اكتر. بالعكس نعرف ناس تعرف تشوف النور حتى لو حياتنا سودة. تالت شخص، الشخص الاناني او النرجسي او الاستغلالي او سموها زي ما سموها، اللي شايف ان الكون كله بيلف حواليه. مشاعرك، وقتك، مجهودك بالنسبة ليه كلها ادوات يستخدمها لمصلحته. ده الشخص اللي بياخد دايما وما بيرجعش حاجة. العلاقات لازم تبقى فيها توازن، اخذ وعطا، لكن لو دايما انت اللي بتدي انت كده في علاقة مؤذية حتى لو شكلها صداقة. رابع شخص، الشخص الدرامي اللي بيعيش دور الضحية طول الوقت، اللي طول الوقت بيشتكي من الناس، من الظروف، من الحياة، بس عمره ما بيحاول يتغير. هيخليك تحس بالذنب ويستخدم تعاطفك عشان يفضل في مكانه. ساعده لو عايز بس ما تغرقش معاه في الدور ده، لانك هتتحول لاسفنجة تمتص طاقته السلبية. خامس شخص، الشخص اللي بيكذب او بيخون الثقة. الثقة لما تتكسر صعبة تصلح. الشخص اللي بيكذب مرة واتنين بيقولك ما تعتمدش عليا، والشخص اللي انت امنته على حاجة تخصك وحكاها هو كأنه بيقولك ما تثقش فيا. مش لازم تبقى عدو بس خليك بعيد. البعد في الحالة دي مش أسوأ، دي حماية لنفسك. سادس شخص، الشخص بيمثل عليك، اللي بيبتسم في وشك وبيشتم عليك من وراك، اللي وجوده حواليك بيخليك دايما في حالة توتر. وانا لو قلت الكلمة الفلانية يفهمها ازاي؟ طب اتكلم معاه في موضوع كذا، وتفضل شاكك ان هيتكلم عليك بعد ما تمشي. اتعلم تثق في احساسك، لانك مش مجنون لما تحس ان حد نيته مش سليمة. ابعد قبل ما العلاقة تبقى سامة اكتر. الخلاصة في اخر، البعد مش دايما خسارة، اوقات بيكون انقاذ. مش كل الناس تستحق وجودك، ومش كل الناس لازم تكمل معاهم عشان يعيشوا الذكريات. احترم نفسك، كفاية انك تبعد عن اللي بيأذيك حتى لو بتحبه. اختار الناس اللي حواليك زي ما بتختاري هوا تتنفسه، لان فعلا بيفرقوا في طاقتك، في روحك، في حالتك، وفي حياتك كلها. قولولي في الكومنتات هل قابلتوا حد من الانواع دي وازاي قدرتوا تبعدوا او تتعاملوا معاهم. وبس كده، كان معاكم دكتورة امل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. سلام.